هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشوني كتير قد كده. اهلا بيكم في يومياتنا، وزي ما اتعودنا قبل اي حاجه نخش ندوس لايك ونشترك ونشير ونفعل زر الجرس. اوكي. في الفتره الاخيره ديت وعلى جروبات الفيسبوك ابتديت الاحظ موضوع كده متداول ما بين الستات وبكثره، وواضح ان الموضوع بقى مشترك ما بين ناس كتير قوي، الا وهو الحياه الزوجيه والحياه ما قبل الزواج اللي هي الخطوبه. فتلاقي ايام الخطوبه هم اللي بيقولوا، انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه. نايم نايم. فبيقول لك ايه بقى قبل الجواز؟ بيقول لك كان في شيطان فرفوش كده ونعنوش كده ونغنوش. فكنت تلاقي بقى فرفشه ونعنشه وحب ولفلفه وحاجات كتيره كده، فتلاقي المسجات بقى: بحبك، بموت فيكي، بعشقك، بحبك، بموت فيك، بعشقك، وشغل المحن اللي بالقوي ده. كنت هتلاقيه بمناسبة ومن غير مناسبة جايب لك هدية. وبيفتكر كل حاجة لدرجة ان هو ممكن يفتكر اول مقابلة قابلتوها ويعملها عيد. هو الراجل بقى يا عيني يعني بيحبك كده وبيموت فيكي. وكمان بقى تلاقيه بيهتم بأدق التفاصيل، فممكن يختار معاكي لون المانيكير عادي يعني. هو شايف ان الموضوع مضايقك فبيحاول يساعدك، فتلاقيه بيهتم بلون المانيكير ويشوفي. ولو حبايه طلعت لك هنا وانت عايزه كريم فيروح يدور لك عليه وعادي، والحياه جميله ولطيفه. بعد الجواز بقى بيبعتوا لنا الشيطان النكدي اللي هو عامل بوزه كده، اللي هو في ايه يا جماعه، في ايه؟ فتلاقي بقى المسجات اتقلبت من لفلفه وحب وكلام: هات كيلو لبن وانت جاي، هات كيلو طماطم، خد معاك الزباله وانت نازل. فبقى هو ده الكلام المتداول بعد الجواز. بالنسبه للاعياد، الرجاله عندها هم عيدين: العيد الصغير والعيد الكبير، ما عندهمش اعياد تانية. ما بيفتكروش اي اعياد. هتلاقيه بعد كده والله لو اتشقلبتي ما بيهتمش بأي تفاصيل ولا أدق تفاصيل، ولا خلاص احنا عدينا المرحلة ديت. حتى انت ممكن تبقي عايزاه ينزل يشتري معاكي شوية حاجات فيقولك لا، انا خلقي لحد هنا، انت بتلفي كتير وانا مش ناقص وجع قلب. فتحس ان في تغيير تام، العلاقة اتغيرت تماما. مش هو ده راجل، مش هي دي الست. الست برضو يعني اكيد بتتغير. تلاقيها ما بقتش تهتم بنفسها. الكريمات الكتير اللي هي كانت جايباها ما بقتش تستخدمها. عنايتها بشكلها بكل حاجة فيها ما بقتش مهتمية. ضغوطات برضو الحياة هي اللي بتعمل كده. فتحس ان الاتنين اختلفوا والشيطان الفرفوش مشي. فاللي هو ايه اللي بيحصل؟ آه ما تعرفش. بس احنا يا جماعة هنفضل عايشين حياتنا كلها بنجري حوالين نفسينا، هنفضل عايشين حياتنا كلها بنحاول ان احنا نعيش ونخبط مع الحياة. ضغوطات الحياة المادية دلوقتي بقت بتأثر على علاقتنا، واحنا كده كده هنفضل مضغوطين. فنعيش فرفوشين بقى يا جماعة. ما خلاص يا اختي انتي وهو هتفضل داير في اللعب يعني، بتدور حوالين نفسك طول عمرك. فنعيش حياتنا في شوية فرفشة ونعنشة. ما يجراش حاجة كده من الوقت للتاني يا اخويا تكسر قاعدة ان العيدين بس هما اللي موجودين، وتفتكري عيد ميلادها وتجيب لها هدية حتى لو كانت بسيطة. عيد جوازكم، عيد الحب يا اخويا وماله. وانت كده تدلعيه، يعني تهتمي بنفسك تبسطيه. وجعلنا بينكم مودة ورحمة. بعد الجواز اللي بيفضل المودة والرحمة. فاهتموا بالتفاصيل الصغيرة ديت، عشان مع الوقت ومع الضغوطات دي انتوا هتكرهوا بعض حتى لو واخدين بعض عن حب. قصة حب روميو وجولييت، هيجي الوقت وتكرهوا بعض. فلازم نرجع بقى الشيطان الفرفوش النعنوش الجميل دوت اللي هو كان قبل الجواز، مع الاستمتاع بالحياة الزوجية والمسؤولية. عادي، هنعيش، هنعمل ايه؟ لازم نتجوز، هنعمل ايه؟ لازم نخلف. وتفضلي بقى عايشه في دايره: لما يكبروا هستريح. لما محدش يا اختي بيستريح، انا جايه بقولك محدش بيستريح. فخلاص بقى كده كده مش مستريحين وتعبانين. نفرفش ونعنش بقى. انتظروني الحلقه القادمه مع يوميات نغمه. اوعوا تروحوا في اي حته. باي.
انا هوريك، اصبر بس عليا، اصبر. ده انا خلاص بقيت لحد هنا، اصبر بس.